تخيل أن زلة لسان على المسرح من 5 سنين ترجع اليوم تهدد مستقبلك وتدخلك السجن. ده اللي حصل مع مروان بابلو، الأب الروحي للتراب في مصر. في الساعات الأخيرة السوشيال ميديا كلها مقلوبة على خبر واحد: المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية حكمت بحبس مروان بابلو سنة وتغريمه 100,000 جنيه مع كفالة 1000 جنيه لوقف التنفيذ مؤقتاً. إيه التهمة؟ النيابة وجهت له ازدراء الأديان والتحريض على الفسق والفجور وهدم القيم الأسرية والمجتمعية بسبب مقاطع وأغاني فيها ألفاظ مسيئة. القصة بدأت سنة 2021 في حفلة بالتجمع الخامس. مروان استضاف مغني الراب الفلسطيني شاب جديد، وفجأة الأخير حرف ابتهال مولاي إني ببابك للشيخ النقشبندي وقال: مروان يا مروان، إني ببابك قد بسطت يدي. الجملة دي اعتبرها الجمهور إهانة للمقدسات وتحويل الابتهال لمسخرة وسط الرقص. وقتها نقابة الموسيقيين أوقفت بابلو، وهو طلع واعتذر وقال: ما كنتش أقصد. الكل افتكر الموضوع انتهى، لكن القانون ما بينساش. المحامي سمير صبري قدم بلاغا للنائب العام، وقدم فيديوهات وأغاني لبابلو فيها عبارات خادشة للحياء وتعدي على الآداب العامة. النيابة حققت والأدلة كانت واضحة، والمحكمة الاقتصادية ما رحمتش. اليوم مسيرة بابلو مهددة بالانهيار رغم إنه من مؤسسي الراب العربي. الرسالة واضحة: غرور لحظة أو ترند طائش ممكن يدمر سنين تعب. انت ايه رأيك في الحكم؟ اكتب لي في التعليقات، ولو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك عشان يوصلك كل جديد. اشوفك في الفيديو الجاي. سلام.